السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاجم الشيخ رشيد بن عطلة صناع مسلسل الذي يبث عبر قنوات التلفزيون الجزائري، وأثار ضجة كبيرة بسبب تعاطيه بجرأة كبيرة مع الواقع الجزائري. وقال الشيخ رشيد بن عطلة إن صناع هذا العمل لم يحترموا الشهر الفضيل ويحاولون نشر ثقافة المخدرات. وندد رشيد بن عطلة بمحاولة إقحام الأطفال في هذا المسلسل وتعاطيهم لتجارة المخدرات، موضحا أن هذا الإعلام أصبح يشكل خطرا على المجتمع لأنه أصبح يهدم الأخلاق وينشر الفساد وسط العائلة الجزائرية. ويواصل مسلسل الضامة إثارة الجدل بعد تصدره ترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أعلى نسب المشاهدة في تاريخ الدراما الجزائرية. وانقسم الجزائريون بين مؤيد ومعارض للطرح الموجود في المسلسل من خلال تسليط الضوء على واقع فئة من الجزائريين التي ينخرها الفساد. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.